السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كاع تكونوا بخير وعلى خير كاع اللي كيشاهد هذا الفيديو اليوم غادي نقدم لكم واحد التحليه اللي كتجي رائعه وكتجي منعشه وسهله التحضير، يعني ما فيهاش بزاف ديال المقادير، ويعني التحضير ديالها ما تحتاجش وقت بزاف، يعني عندكم ديك 10 دقائق كاع يعني ماكسيموم، يعني غير يكونوا كاع المقادير موجودين. عندي هنا البسكوي ديال اللي خاص بالتيراميسو، وعندي ماسكربوني، وعندي هاد العلبة ديال الماسكربوني فيها 250 غرام، وعندي علبة ديال القشدة الطرية هي فيها 250 ميل، وعندي واحد الفانية باش غادي نسم هاد الكريمه من بعد غادي نطربها. والتزيين تيبقى على حسب، انا غادي ندير لها الفريز قطعته شرائح صغيره، وعندي هنا عصير ديال البرتقال اللي غادي ندوز فيه هاد البودان ديال البسكوي. ان شاء الله غادي تتبعوا معايا المراحل كلها. هنايا غادي نطرب معاكم، غادي نطرب هنايا الكريمه، غادي نضيف ليها الفاني. الكريمه هي الاولى اللي خصها تطرب، كريمه سائله. غنطربها مزيان. في الاول كنبداو بالدرجه الاولى وكنبقاو غادي نطلعوا في الدرجه حتى نطلعوا الدرجه الاخرانيه ديال الباتير باش تطلع معنا، تطلع مزيان. غادي نستمر بحال هكايا تطرب معانا. هنايا ملي طربتها نص ديال التطريب بحال هكا، دابا غادي نستمر. هنا غادي نضيف صافي ملي وصلت لهاد الدرجه ديال التطراب غادي نضيف ماسكربوني، وغنعاود نطربها حتى نحصل على كريمه شويه واقفه. غادي ندير البواطه كلها ديال الماسكربوني. هاد التحليه كتجي زوينه، تجي لذيذه الصراحه، كتجي يعني ما غادي يبغيوها وليداتكم، يعني تحطوها فوق الطبله ديال رمضان للسحور ولا الفطور، ممكن تقدموها في اي وقت. غادي نبقى بحال هكايا حتى نحصل على الكريمه شويه عاقده. صافي دابا هذه هي الكريمه حصلت عليها بحال هكايا. هنايا غادي نوجد معكم كيفاش غادي نحضروا هاد التحليه. عندي المول، هنا عندي البودان غندوزو في عصير البرتقال كما كتشاهدوا، وغادي نستفو بحال هكا في المول. نتوما ممكن ديروا الحليب، وممكن ديروا قهوه، ممكن ديروا اي نكهه بغيتو تدوزوا فيها هاد البسكوي، كيبقى لكم الاختيار. انا فضلت ندير عصير البرتقال، كيجي واحد النسمه زوينه، حتى هو كيعطي نسمه زوينه. تحليه دغيا كتوجد في دقائق معدوده، يعني ما تاخذش معنا الوقت. هنا غادي ندير الكريمه، غادي نوزعها كما كتشاهدوا بحال هكايا. نوزعها بهاد السباتيلا، ما نحتاجوش بزاف ديال الماتيريال باش غنخدمو. نوزعها كاع فوق من البسكوي. نتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله، غادي تعجبكم. يعني اي حاجه فيها لا كريم وفيها في هذا وقت الفريز، دابا واحد يشتغلوا يديروا هكايا في بزاف ديال الوصفات. هذا هو الوقت ديالو دابا موجود. اي تحليه فيها الفريز كتكون زوينه. غنعاود ندير البودان تاني ديال
ديال البسكوي. غادي نستمر بنفس الطريقه. ما تنساوش، عافاكم، ما تنساوش ليا اللايك راه مهم بزاف. كاع اللي شاهد هذا الفيديو وشي تعليق يكون محفز. شكرا كاع اللي كيخليو التعاليق الزوينه وكيشجعني. شكرا كاع الاخوات اللي كيجيو عندي وكيخليو كومونتيرات زوينين. كنشكركم من هذا المنبر. غنعاود ندير الكريمه. غادي نوزعها مزيان، نقاد ليها الوجه ديالها. كتجي زوينه الصراحه، عير جربوها. هذا هي وقت التحليه في هذا رمضان، كيحتاج الواحد شويه شي حاجه هكايا زوينه حلوه. غادي نستمر حتى نقاد ليها كاع الوجه ديالها مزيان. دابا غادي نمسح ليها الجوانب ديالها، يعني باش ما يبقاش ديك الكريمه يعني في الجوانب كلها. نقيو هكايا البلاطو. دابا غادي ندخلها للثلاجه. تبرد. هنايا غادي نصايب معاكم الصوص ديال الفراغولا او ديال الفريز. كنحتاجو 300 غرام ديال الفريز مقطعه، وعندي واحد السكر كيبقى على حسب الذوق. عندي واحد 2 معالق كبار، وعندي واحد نص كاس ديال الماء، وعندي واحد يعني واحد معلقه كبيره ديال النشا اللي غادي نضيفها حتى هي. يعني غنديرهم فوق النار وغنبقى نحرك حتى نحصل على ديك الكريمه وشويه يذوب داك الفريز مع الماء ومع الكريم مع النشا. كنحصلوا عليه بحال هكا، كيجي بحال هكا، كيولي بحال بحال الكونفيتير، بحال صوص ديال الفريز. كتجي على هاد الطريقه. غادي نصبوها وهي سخونه باش ما تجمدش لينا فوق في الكسرونه. غادي نوزعوها بحال هكايا على الطبق كله. مع سخونه يعني خويتها على الكريمه، يعني خرجت دوك الفقاعات ديال الكريمه وجات على هذا الشكل هذا. خرجت دوك الفقاعات بيضين ديال الكريمه، يعني جات بحال يعني انا اللي دايره ليها شي الكريمه من الفوق، هي لا راه خرجت غير مع الصوص سخونه والكريمه بارده. دارت بحال هكايا. هنا بعد ما بردات تماما دخلت للثلاجه حتى بردات. غادي نقطعها معاكم تشوفوها كيفاش كتجي. داك البسكوي كيجي رطاب وكيجي يعني دغيا كيتقطع، يعني مع هاد الصوص ديال الفريز والفريز الوسط والكريمه تجي زوينه، كتجي بنينه. نتمنى تجربوها. تشوفوا كيفاش كتجي، يعني كيفاش كيجي داك البسكوي كيجي رطب. نتمنى تجربوها. نخليكم مع السلامه.